في يوم هنعود ده بالموعود، وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود. في يوم هنعود ده بالموعود، وفي غيابه أكيد لسه الأمل موجود. قصاد عيني في كل بجد أنا مش مصدقة خالص. كل شيء صار بسرعة. يعني ماما وبابا طلعوا مش ماما وبابا في الأخير. كمان معاملتهم كانت سيئة جدا الفترة اللي فاتت. ماما كيف كانت بتعاملني وحش قوي. أنا ما كنتش مصدقة خالص إن ماما كانت بتعاملني بالطريقة الوحشة دي. أنا مش مصدقة. في الآخر طلعت مش بنته. والله أعلم مين عيلتي الأصلية ومين ماما وبابا الأصليين. أنا مش مصدقة خالص. كيف راح أتحمل هذا الشعور؟ كيف راح أقدر أعيش؟ كيف أقدر أكلمهم مرة تانية؟ كيف هشوفهم مرة تانية؟ كيف هوقف وجوههم مرة تانية وأكلمهم؟ كيف؟ مش عارفة، مش قادرة خالص. أنا مقبوض، قلبي مقبوض. وريتاش كمان اليوم هتعرض عرض أزياء وما اقدرش اتكلم معاه. شو رح اعمل؟ يا رب ساعدني يا رب. انا لازم اعرف امي الحقيقية، لازم اعرفها، لازم. يا ترى شو رح اعمل؟ مش عارفة شو رح اعمل. لوين بدي روح؟ مثل ما قلت ريتاج مش هنا وما اقدرش اتصل عليها عشان هي اكيد هتقلق عليا. بس أنا لازم أعرف ماما وبابا الحقيقيين اليوم قبل غدا. لازم أعرفهم. أنا لازم أعرفهم. تمام، أنا هدور عليكم يا ماما وبابا وهلاقيكم. ريما، انتي ايه اللي بتعمليه هنا؟ هو المفروض رحتي ولا وين رحتي انتي؟ ماما، أهلين يا ماما، أهلين. أنا عايزة أحكي معاكي يا ماما. أنا عرفت الحقيقة كلها يا ماما، خلاص. هو المفروض أناديلك ماما ولا إيه ناديلك؟ يلا قوليلي شو بدي أناديلك؟ أناديلك ماما؟ إيه قصدك؟ شو عم تحكي انتي ريما؟ شو يعني أناديلك ماما ولا إيه اللي بتقوليه انتي؟ كأنك مخبية علي حاجة؟ قوليلي. المفروض انت اللي بتقوليلي، مو انا اللي بقولك. انت اللي مخبية اسرار كبيرة قوي، المفروض انا اعرفها من قبل، صح؟ ايه هي الاسرار دي يا ماما؟ يلا قوليلي. خوفتيني يا ريما. شو الحكاية؟ احكيلي، يلا قولي. شو ده السر الكبير اللي بتعرفيه يعني؟ ماما، انت ماما؟ ايه انت تقولي يا بنت؟ انتي كأنه جنيتي ورحتي وبعدين لعبولك بعقلك وبعدين جيتيلي لهنا بتقولي لي الكلام البايخ ده. انتي ايه اللي بتقوليه يا ريما؟ شوفيكي حبيبتي، شوفيكي. انتي اللي شوفيكي يا ماما. انتي صايرة بتكذبي عليا يا ماما. انتي مانك امي الحقيقية، صح؟ انتي كنتي بتعامليني معاملة وحشة عشان مو بنتك الحقيقية. انا عرفت كل حاجة يا ماما، عرفتها. انا مو بنتك، صح؟ قوليلي بس انتي بنتي. قوليلي ان انتي بنتي وانا غلطانة. قوليلي. ايه؟ انتي ايه بتقوليه يا ريما؟ شو قصدك بالكلام ده؟ طبعا انتي بنتي. ايه الكلام ده اللي بتقوليه؟ يعني ايه الكلام ده؟ ممكن تفهميني انتي شو الكلام ده اللي بتقوليه؟ مو انا اللي قلت الكلام ده يا ماما، الورقة قالت كل الكلام ده. قالت إنه أنا بنت متبنية من قبل السيدة راوية والسيد محمد. يعني أنا متبنية يا ماما. فهمتي الآن؟ أنا مو بنتكم الحقيقية. المفروض أنت اللي بتقولي الكلام ده، مش عارفة. يعني أنت الآن شايفة حالك إن أنت ما تعرفيش أي حاجة يا ماما؟ لا، ده كله غلط، ده غلط كله يا حبيبتي.
لا انتي بنتي طبعا، ايه الكلام ده اللي بتقوليه؟ ده كله غلط يا ريما، مفيش حاجة زي كده. انتي بنتي طبعا. ايه الكلام ده يا ريما؟ انتي جنيتي ولا ايه؟ انا عرفت الحقيقة وخلاص. يلا مع السلامة يا مدام راوية. ايه المصيبة دي؟ لو عرف محمد راح يقتلني، والله العظيم راح يقتلني. يا ربي يا ربي، شو راح اعمل انا؟ شو راح اعمل؟ ايه المصيبة دي اللي وقعت على راسي؟ سلام، ممكن تساعديني في حاجة؟ هي حاجة ممكن تكون يعني بس ممكن تساعديني يعني؟ طبعا يا مدام، اتفضلي. شو الحاجة اللي ممكن اساعدك فيها؟ انت هتاخدي موعد عند الدكتورة؟ اتفضلي. هو انا بدي اعطيكي ورقة. الورقة دي واحدة، دي هي، اتفضلي شوفيها. ايه الورقة دي يا مدام؟ دي ورقة كأنه تبع تبني يعني، عقد تبني. ايه شو اللي فيها يعني؟ فيها مشكلة؟ ايوه، ممكن تساعديني؟ انا عايزة اعرف يعني التاريخ اللي جوه فيه تبنوا يعني البنت دي. انا عايزة اعرف، وعايزة اعرف كمان البنت دي يعني امتى اتولدت، وفي اي يوم، وفي اي تاريخ يعني. عايزة اعرف كل ده، وهيكون شرف ليا انك تساعديني. بترجاكي، الحاجة دي اللي انا عايزة اعرفها في حياة وموت. بترجاكي. للأسف انا ما اقدرش اساعدك يا مدام. اتفضلي، دول اسرار تبع المستشفى، مستحيل اقدر اخرجهم. اسفة قوي يا مدام، لا مؤاخذة، انا ما اقدرش اساعدك، لا مؤاخذة. يعني حاجات مهمة زي كده ما اقدرش اقولها لك، عشان انتي مو اي شخص يعني عشان تاخدي الاشياء تبع كده يعني. واحنا تبع عقدات التبني ما نقدرش نقول في اي تاريخ وفي اي يوم اتبنت البنت دي او الولد ده اللي اتبنى باسم العقدة ريما. فهمتي يا مدام؟ انا ما اقدرش اساعدك، اسفة. جاكي ساعديني، انا قلتلك انه دي الحاجة فيها حياة وموت يعني، انا لازم اعرفها. بترجاكي. شوفي من الاخر، انا البنت دي اللي بتبنت يعني حاجة بترابط. انا بدي اعرف ماما وبابا الحقيقيين يعني. لو تقدري تساعديني بترجاكي. انا ما اقدرش اساعدك. لو ممكن تطلعي كده او هطلب البوليس هيطلعك. بترجاكي اطلعي، انا ما اقدرش اساعدك، اسفة قوي. تمام، انا هطلع، شكرا. انت راح عارفهم يا بابا وماما، يا رب. يا دكتورة، ممكن تشوفي العقد ده يعني؟ انا عايزة اعرف العقد ده التاريخ تبعه يعني. انت تبنت البنت دي وانت في المستشفى ده؟ لا مؤاخذة، اتفضلي. انا اسفة قوي، ما اقدرش اساعدك يا مدام. الحقيقة ما اقدرش اقولك انت اتولدت البنت دي في المستشفى ده. انا اسفة الحقيقة، دول اسرار المستشفى وانا ما اقدرش اقولهم لك. انت لازم تستشيري المدير. انا ما اقدرش اقولك عشان انا هنا موظفة، وما اقدرش اقولك على الاسرار تبع المستشفى دي. اسفة قوي. ممكن تطلعي لو مفيش اي حاجة تانية؟ تمام، شكرا قوي، اتفضلي. أكيد إن أنا هعرفكم، أكيد أنا هشوفكم يوم من الأيام. بلكي مش اليوم، بلكي غدا، بلكي الأسبوع الجاي، بلكي أشوفكم يوم من الأيام. أنا عندي إحساس إني هلاقيكم. ليه عملتوا فيا كده؟ ليه سبتوني ورحتوا؟ ليه؟ بس أنا هلاقيكم، مش هستسلم يا ماما، مش هستسلم. وعدك هلاقيكي يا ماما، ان شاء الله تكوني تحبيني مثل انا بدور عليك. عرض الأزياء مدام شيرين. اتفضلي.
مدام شيرين، لا مؤاخذة قلت لي حاجة؟ اتفضل. بجد كان العرض حلو قوي، حلو جدا، عجبني الفستان وكمان التصميم مرة حلو، وكمان طلع عليكي حلو كمان. يعني عجبتيني في العرض، يسرني قوي اني اتعاون معاكي في الشركة. شكرا سيد امين. انا اصلا كنت انا عرضت ازياء من قبل اكيد وانا كمان يسرني اني اشتغل معاكي يا سيد امين. شكرا، لا مؤاخذة. ما اقدرش امسك حالي قدامه، شو بدي اعمل؟ كيف بدي اتصرف؟ يا رب ساعدني. تعالي كده شوية، انا عايزة احكي معاكي في موضوع. تعالي هنا بسرعة. شوفي يا مروة، انا كنت بتفرج في العرض تبع البنت دي شيرين، مرة حلو بجد. البنت انيقة قوي وجميلة، وكمان الستايل تبعها مرة يجنن، عجبني قوي العرض بجد، حلو قوي، وكمان إلها معجبين مرة. شوفي حسام كمان عيوني طارت لما شافها. المهم شوفي حبيبتي، ليش ناديتيلي؟ في حاجة مضايقتني وعايزة اقولها لك من قبل. مش عارفة، انا شايفة امين والبنت دي شيرين متقربين اكتر من اللازم، يعني مش عارفة كيف اوصفلك الشعور، كده بيشوفوا بعض دايما او بيحكوا مع بعض دايما، انا حاسة بيهم كده، مش عارفة كيف اوصفلك الشعور. المهم شو قصدك؟ ابني امين بيحب البنت دي؟ مروة مرة تانية بتقولي لي الكلام ده، كانت ريتاج وخلاص خلصنا منها، والآن بتقولي لي البنت دي المشهورة اللي عرضت الأزياء شيرين؟ يا بنتي يا مروة، ايه اللي بتقوليه ده؟ اكيد انتي بتخبصي، خلاص انتي بتخبصي. ايه الكلام ده اللي بتقوليه التافه؟ لا اكيد انتي اكيد شايفة كده غلط. هما بيشتغلوا مع بعض، اكيد هما لازم يحكوا مع بعض. شو فيها مروة؟ كأنك بتغيري قوي على امين، المفروض انك تنزعي هالغيرة دي احسن. مش قصدي يا ماما، انا قصدي انهم متقربين اكتر من اللازم من بعض كده، بيحكوا مع بعض كل دقيقة الشغل. وين كل دقيقة؟ انا بشوفهم مرة في الالف بيحكوا مع بعض. دول بيشتغلوا مع بعض، اكيد يقدروا يحكوا مع بعض. يا مروة ايه الكلام التافه اللي بتقوليه ده؟ مستحيل، ابني ما يعملش كده. ابني بيحبك يا حبيبتي، لو ما كان بيحبك ليه يتجوزك؟ شايفة امين بيتمنوه 1000 بنت وانتي اللي خدتيه، ما تعمليش كل ده. لو هتفضلي تعملي كل ده هتخسريه، وانتي الكرة عندك، وانتي اللي عايزة ترميها او عايزة تحافظي عليها. انتي اختاري. شبه دي تحكي معايا كده؟ غريبة. اصلا انا عجبني جدا العرض يا سيدة شيرين، مرة حلو بجد. انا عجبني الفستان، وشايفه الفستان ده اللي انتي لابساه الان اللي عملنا بيه عرض ازياء، هينعرض في كل المتاجر وفي كل العالم، هيتشهر في المتاجر الغنية والمشهورة، هيلبسوه كل المشهورين، وطبعا المصممة شيرين باسمك انتي، هيكون المارك تبعها باسمك انتي. بجد انا مبسوط جدا بيكي يا سيدة شيرين، انا مش مصدق انه هنجح كده لو اتعاملت معاكي. شكرا جدا بجد، انتي ساعدتيني قوي. وكمان اتدخل معانا امين، صار العرض ازياء مرة حلو. كمان ممكن تتعاونوا انتي وامين، نعمل كمان عرض ازياء للرجالة، وبنعرض ممكن نعرض لبس للرجالة، بيعرضوا امين وانتي بتعرضي للبنات. ايه رأيك؟ فكر بالموضوع واقول لك هي فكرة حلوة، بس هفكر فيه ونشوف لو في تصاميم جديدة. وشكرا قوي بجد، شكرا قوي يا سيد حاتم. انا مرة انبسطت اني اتعاملت معاك، وكمان اني اتعاملت مع السيد امين. شكرا قوي، وانا مبسوطة قوي بيكم. شكرا. في يوم هنعود، ده بالنا وعود، وفي
غيابه أكيد لسه الأمل موجود، في يوم هنعود ده بينا وعود.